الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات، السوريين والسوريات، كردا، سريانا، أرمنا، تركمانا، وأكراد، مرحبا. وصلت الحكومة السورية إلى اتفاق مع أبناء طائفة بني معروف، أبناء جبل العرب الأشم، طائفة الموحدين الدروز. حسنت حسنا فعلت الحكومة، لأنه هذا واجبها لأنها حكومة سورية. ينبغي أن تكون لكل السوريين، أن تخدم كل السوريين، وأن يكون كل السوريون ممثلون في هذه الحكومة. نقبل يعني على أساس أنه هي مرحلة انتقالية، ونحاول أن نلتمس الأعذار لهذه الحكومة، لكن المشكل أنه هذه الأعذار لا تبرر بارتكاب الحكومة للجرائم. يا ليت هذا الاتفاق تم من دون إراقة قطرة دم سورية زكية، يعني في سواء من الأمن العام أو من المقاتلين الدروز أو المدنيين الدروز. نفس الأمر في الساحل السوري، نفس الأمر في المناطق الشمالية، مناطق تحت سيطرة قسد. المهم، هذا الاتفاق جرى إبرامه. أتمنى أن يكون دائم ومستقر ويتطور، يعني حتى يلبي آه، طموحات أبناء طائفة الموحدين الدروز. هدلوني من حبكجية لأحمد الشرع اللي بيقولوا يعني الشرع أو نحرق الزرع والضرع. هؤلاء دائما يعني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مطلوب منهم بتكليف أو طواعية، يحاولون دائما ترقيع سلوكيات هذه الحكومة وتركيع السوريين لهذه السلوكيات والممارسات الفجة والوقحة. يعني طبعا الحكومة ليست حاصل جمع ملائكة، فيها بشر، وأحيانا السلوكيات الوقحة مثلما تظهر من أشخاص قد تظهر من جماعات وقد تظهر من دولة. سلوكيات دولة إسرائيل سلوكيات وقحة في التعامل مع الفلسطينيين، في التعامل مع السوريين. سلوكيات أحمد الشرع أيضا وحكومة أحمد الشرع كانت وقحة وما زالت وقحة، بدليل سلسلة الإجراءات التي اتخذها أحمد الشرع وحكومته واستناده على النواة الصلبة لجماعته التكفيرية الجهادية وعدم إشراك السوريين، وشوية مسرحيات تافهة وهزلية من الإعلان الدستوري لمؤتمر الحوار الوطني والتهديد والوعيد المنتشر في كل يعني مناطق سيطرة هذه الحكومة. هذا سلوك وقح. كل السلوكيات اللاوطنية التي تبدر من الحكومات التي تزعم بناء الدولة هي سلوكيات مع الأسف الشديد وقحة، تتحجج ببناء الدولة لكن تستخدم الدولة وحجة الدولة لقمع مكونات الشعب السوري، لرد مطالب الشعب السوري. مثلا مطالب أي مطلب يتعلق بحقوق الأطراف المكونات يصار ربطه بإسرائيل، يصار ربط هذه الحقوق بإسرائيل. يا ليت أحمد الشرع يأخذ العبرة من الإسرائيلي، كيف يتعامل مع الدرزي الآن. الدرزي ممثل في الجيش الإسرائيلي، ممثل في الأمن الإسرائيلي، ممثل في المؤسسات، وحقوق الدرزي الدينية والطائفية والإدارية مصانة ومضمونة في دولة إسرائيل. أنا لا أمدح، هو كيان استيطاني نعم، دولة دينية نعم، دولة فاشية نعم، لكن أمنت
أمنت لي دروس فلسطين، شيء يجعلهم أنه يحملوا الجنسية الإسرائيلية، بل يدافعوا عن عن إسرائيل، يعني عن دولة إسرائيل، عن هذا الكيان. يا ليت أحمد الشرع يتعظ ويكون حنون وعلى دروس سوريا أكثر من بنيامين نتنياهو. نحن يعني نلوم إسرائيل، ندين ونشجب إسرائيل، نعم، فهي دولة عدو، عدو لسوريا، عدو لفلسطين، عدو يعني هي دولة العدو لا يلام. أحمد الشرع وحكومة أحمد الشرع ينبغي أن يلام وأن يصار إلى شجبه وانتقاده حتى يستقيم. يعني الآن كل المطالب الدرزية والشيخ الهجري، كل التطاول الذي لحق الشيخ الهجري بعد إبرام هذا الاتفاق، هل سيشعر أصحاب تلك الاتهامات بقليل من الخجل، بذرة من الخجل والحياء؟ أنه في النهاية الحكومة وصلت إلى تفاهم معين، إلى صورة معينة. هل سيعتذرون من الشيخ الهجري ومن الدروس؟ لا. الدماء الزكية التي أريقت في هذه الأيام الماضية، في الأيام الماضية، يعني في الأسابيع والأيام الماضية من الدروز، من يعني سيرثي الأمهات الثكلى أو العوائل الدرسية التي فقدت أحبائها في هذه المعارك والاشتباكات؟ دولة أحمد الشرع، هذا واجبها، هذا ليس منا، هذا واجب. انظروا إلى الاتفاق، راجعوا الاتفاق. قوى الأمن تكون من أبناء المنطقة ضمن وزارة الداخلية، الجيش كمان المتواجد يكون، والأمن، يعني الحضور الدرزي في مؤسسات الدولة الأمنية، وزارة الداخلية، الجيش، كل هذه التفاصيل. حماة المنطقة يكون من أهل المنطقة، مو يروح يفرض عليهم. حتى المحافظ، شو اسمه هذا، بكور، أنا ما بعرف، يمكن من إدلب أو من أي منطقة، ينبغي أن يكون محافظ السويداء من أبناء السويداء. محافظ درعا يكون من أبناء درعا. محافظ دمشق يكون دمشقي، مش من إدلب. تجيب واحد من إدلب، مع احترامي لأهل إدلب، واحد من إدلب تساويه زعيم جيش، والأمن من إدلب، يعني تعمل لي إياها قرداحة جديدة يا سيد أحمد الشرع، قرداحة على مساحة أوسع. كل شيء من إدلب، من إدلب خير. المحافظين من إدلب، الرقابة والتفتيش من إدلب، كل هالتفاصيل كلها من أغلب النواة الأساسية الصلبة في الأمن والإدارة والصحة والوزارات، كلها من جماعتك. هذا ما له علاقة بتأسيس الدولة، ما له علاقة بمرحلة انتقالية أبدا. هذا اسمه تحيز وانفراد بالسلطة وفرض أمر واقع. حكومة أحمد الشرع ليست منتخبة، هي حكومة أمر واقع. هي متى ما انتخبت تصبح حكومة شرعية. الآن في سوريا لا يوجد سوريا موجودة على الخرائط، بس بالمعنى الحقيقي القانوني الدستوري الإداري ما في دولة، ما في دستور. لا هنالك دستور بمعنى الحقيقي للدستور، منتخب ومصوت عليه، طرح للاستفتاء والتصويت. اثنين، رئيس منتخب ما في. ثلاثة، برلمان منتخب ما في. حكومة مشكلة بناء على نتائج الانتخابات ما في شيء. سلطات الدولة ما هو موجود هو بشكل أو بآخر يعود إلى تركة الدولة السابقة، دولة البعث، دولة الأسد. أحمد الشرع ما سوى شيء. أحمد الشرع راح يعمل شوية طردية مع الأتراك، مع العرب، مع منطقة الخليج وكذا، ويحاول يسوق لنفسه ولجماعته ولتنظيمه. عموما هذه الشتائم التي
لحقت بالدروس والإهانات والتكفير والطعن في الوطنية. واحد فصعون ما يعني حقه فرنجين بيجي بيشتم بطائفة بني معروف اللي صرماية أصغر واحد فيهم بتسواه هو وعائلته من الألف إلى الياء. وتهجموا على هذه الطائفة، وتهجموا على الأكراد، وتهجموا على العلويين، وكأنه هي أهل السنة والجماعة خير أمة أخرجت للناس. شفناكم فوق، شفناكم تحت، شفناكم في التاريخ ومن كتب أهل السنة والجماعة كيف كنتم وكيف صرتم. فقضية المزايدة والقصص هي والتماس الأعذار، أنا مع الدولة. لك وين الدولة؟ أنت مش مع الدولة. يعني بحجة أنه أنا مع الدولة، لكن لا ينتقد الجرائم التي ترتكبها الدولة، لا يطالب الدولة بأن تحاسب. هل الجماعات الغير المنضبطة والمنفلتة يعني؟ طيب هاي الجماعات التي ارتكبت الجرائم هي جماعات غير منضبطة ومنفلتة. تعالوا نشوف هيك نموذج من الجماعات المنضبطة التي تحترم الدولة وتحترم المكونات وكذا، وهي أمن عام وجيش وبوليس تابع لدولة أحمد الشرع، التي حتى الآن في السياقات الإعلامية في السياقات الإخبارية على الخرائط محسوبة على الجمهورية العربية السورية. هذا نموذج من أنا مش مع نشر هيك فيديوهات، لكن يعني اضطررتموني انه ان اوثق انه شوفوا المنضبط، اذا هذا المنضبط غير المنضبط كيف راح يكون. تفضلوا. الحمد لله، وما النصر الا من عند الله. الحمد لله الذي عز امة محمد وذل امة بني معروف. اليوم دسنا عليكم واتيناكم بجنود تحبوا الموت اكثر ما تحبون الحياة الدنيا يا خنازير. ونحن اليوم رسالتنا من العاصمة دمشق نقول لكم: تلمسوا رؤوسكم، الجيش الحر يدوسكم ان شاء الله باذن الله تعالى، والحمد لله. الله أكبر والعزة لله. وقال الخمد على المشايخ الخوني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سيدنا محمد. الله أكبر والحمد لله. اليوم هدايا باذن الله عز وجل. بكره جرمان بعده سويدة يا عملاء اليهود، والله ما راح تشوفوا غير الاسلام باذن الله بيننا وبينكم. يا عبد الله. في تقديري انه الاتفاق اخشى مما اخشاه، يعني ان يكون اتفاق هش، اتفاق المبرم مع الاخوة الدروز. يبدو لي انه احمد الشرع يشتري الوقت ريثما يكون جيشا قويا ويحصل على يعني الدعم والتمويل من تركيا، من قطر، من الخليج، من السعودية، من أي مكان يعني، ويثبت أركان يعني الآلة العنفية، آلة الدولة العنفية، لأنه ما في جيش حتى الآن. كل هذه الاتفاقيات في تقديري
ليست صميمية. أتمنى أن تكون، يعني من داخلي أتمنى أن تكون بالفعل يعني حقيقية، وأحمد الشرع جاد في هذا الموضوع، لكن أشك في ذلك. الحكي الذي كان يقال على السوشيال ميديا: اضربوا العلويين لكي يخاف الدروز والأكراد، والدروز لم يرهبهم، بل الإرهاب الذي كان يجوب الساحل السوري زادهم إصرارا على مطالبهم. أنتم خوفتوا الدروز بالمجازر اللي صارت بالساحل السوري؟ لا. خوفتوا الدروز وكسرتوا عينهم بالمجازر التي والاشتباكات والقتل اللي استهدف الدروز في السويدة وصحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانة؟ لا. بكل هذا الترهيب الذي جرى في مناطق الدروز ومناطق العلويين، هل أخفتم الكرد؟ طبعا لا. كل الفيديوهات اللي بتطلع وبتنشر وتثبت وترعد وتهدد، كله يعني يا ليت أحمد الشرع يفتح لهم المجال. يعني لا تحولوا إلى يعني أثرا بعد عين. هل العنطزة والهوبرة والزعبرة، وخلي الدولة تفتح لنا المجال لن أرجي الأكراد شو راح نساوي فيهم. يعني كل هذا السلوك لا، ومن الأمن العام، يخرج من الأمن العام، يعني هذا أمن عام. هذا يعني لنرى نموذجا آخر من الآلة التي تحافظ على الأمن وتحاول توفير الأمان للسوريين. هذا إذن يعني أنا كمان أحاول أن أقتنع مثلكم بأنه هذا بالفعل شكل أمن عام. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومسير الأمور بأمره. نقول لك يا عدو الله أيها الدرزي الملعون، ليس لك عندنا إلا السيف البتار. والله وتالله إن لم تكف لسانك عن هذا القول. بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن أبناء وثوار مدينة اللطامني باتجاه مدينة جرمانة لقتال عابدة البقر أحفاد بني معروك. والله جئناكم برجال اقسموا على أن يموتوا فداء لله ولرسوله. تكبير! الله أكبر! أكبر. هذول أسراء الخنازير الدروز. الله أكبر، العزة لله. الله أكبر. هذا هو الخنزير تبعهم الكبير. صفوه صفوه ضع راسه. اليوم هنايا باذن الله عز وجل بكره جرمان بعده سويدة يا عملاء اليهود، والله ما راح تشوفوا غير السلاح باذن الله بيننا وبينكم. يا عطا الله. الله اكبر. بالله عليكم، بأي شيء تقدسونه؟ هل يمكن أن يكون هذا نموذج لأمن عام محترم في دولة محترمة؟ يعني هل الأمن العام، حتى الأمن العام الموجود عند طالبان يمكن يكون أحسن من هذا النموذج في طالبان في أفغانستان. هذا مش أمن عام، هذا مجموعة، يعني هؤلاء يعني مجموعة من التكفيريين، من الإرهابيين، من المقطعين موصلين، يعني مش معروف من وين جايين. طيب من هو الأمن العام؟ طالعوا لنا صور مشاهد للأمن العام الحقيقي، كتائب الأمن العام الحقيقي المنضبطة. مش معقولة كل هالفيديوهات هي التي تملأ السوشيال ميديا يعني تكون مجموعات خارج الأمن العام أو غير منفلتة وغير منضبطة. إذا الأمن العام عاجز عن ضبط هؤلاء الموجودين داخلها، بدها تضبط قسد وبدها تضبط السلاح الموجود عند العلويين أو عند الدروز، بلشوا من نفسكم.
من داخلكم ضبطوا وضبوا الأسلحة وفكوا الجيش الميليشياوي وادمجوهم لنشوف يعني في هذا الإطار نجاحاتكم في في إطار التأسيس لدولة، بناء الدولة، تمكين الدولة الوطنية، أقصد الدولة الديمقراطية التي تحترم شعبها. يعني أن تعطوا المبررات للإسرائيلي لكي يعتدي على سوريا، خلاص بزوال الأسباب تزول النتائج. شوفوا التصريحات الإسرائيلية وهدلون الموتورين اللي بيملأوا السوشيال ميديا، صحفي على الناشط على ما بعرف شو، على دائما يصار إلى ربط الأكراد بإسرائيل. الإسرائيليين كانوا واضحين وصريحين فيما يتعلق بالدفاع عن الدروز، وتحركوا وضربوا وأجبروا وضغطوا، كانوا قوة ضاغطة على حكومة دمشق. مع الأسف الشديد يعني كان ينبغي لحكومة أحمد الشرع أن تبرم اتفاقا مع الدروز بدون الضغط الخارجي، لكن هذا اللي صار. المهم والدروز لم يتراجعوا عن مطالبهم. ماذا يعني أن يكون كل القوى الأمنية أو الأمن العام من أبناء المنطقة، الإداريين، كل شيء يكون من أبناء المنطقة، توسيع يعني أبناء المنطقة يديرون شؤون أنفسهم بأنفسهم. هذا هو الإدارة الذاتية، هذا هو اللامركزية. يعني كتعبير مبسط لهؤلاء اللي مو أريانين كتابين عن الفيدرالية، وبيطلع لك مذيع موجود في دولة فيدرالية مثل الإمارات، بيشتغل بمؤسسة إعلامية في دولة فيدرالية مثل الإمارات، وبيهاجم الفيدرالية وبيقول التقسيم، لا مركزية، تقسيم، حكم ذاتي، انفصال، لا كله تقسيم، ويعايش في دولة فيدرالية. هون في أوروبا بيكونوا عايشين ومتنعمين في دول فيدرالية وبيهاجموا الفيدرالية. هذا تقسيم، انفصال، كذا. الإسرائيلي كان واضح وصريح قولا وفعلا فيما يتعلق بحماية الدروز، لكن ما يتعلق بالأكراد ما في شيء. كل الهجمات من الميليشيات أبو عمشة والشلحات والكلسات والعفشات والحمزات اللي كانوا بيهاجموا الأكراد وقسد، الطيران الإسرائيلي لم يأتي ولم يقصفهم. وين حماية الأكراد؟ وين؟ ما في. حتى الأمريكي لم يقصفهم في الهجمات على مناطق عديدة منها سد تشرين. يعني الإسرائيلي قولا وفعلا فيما يتعلق بالدروز دافع عن الدروز. نفس القصة أنه الأمن العام ومؤسسات الأمن العام، صدقا يا أصدقاء أنا كمان أحاول أن أقتنع أنه يلا مش مشكلة، هاي مرحلة انتقالية. طيب هاي المرحلة الانتقالية، هذه النماذج التي سترونها الآن، هذه المرحلة الانتقالية يسيطر عليها هذا النموذج. فليعد للدين عزه، ولترك منا الدماء، قائدنا للأبد سيدنا محمد، قائدنا للأبد سيدنا محمد. تكبير، تكبير، في سبيل الله نمضي، نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين عزه، ولترك منا الدماء، قائدنا للأبد سيدنا محمد، قائدنا للأبد سيدنا محمد. هؤلاء المقاتلين المسلحين، هذه الميليشيات جاية مش مشان تبني سوريا وتبني دولة، هي جاية لإعادة للدين عزته،
لك يا بني آدم، إمتى كان الدين الإسلامي بحاجة لأمثالك ولمجازرك ولقتلك ولدمويتك ولطائفيتك لحتى يسترد الدين عزته وتريق الدماء وتسفك دماء هؤلاء مجموعة من مصاصي الدماء والقتل المأجورين والمرتزقة في غطاء ديني. هؤلاء من عام؟ هؤلاء راح يبنوا دولة سورية وطنية تحترم السوريين؟ جاي بده يسترد مشان يسترد الدين عزته، وكأنه عزة الدين محظورة. هؤلاء هذا خطاب تكفيري، وكأنه الدين الإسلامي ما عاد هنالك مسلمين. نفس سلوك وذهنية سيد قطب والمرجع وإقامة الحاكمية والنفس السلوك والأداء التكفيري للإسلام السياسي متمثلة بالمرجعية الفكرية لسيد قطب. وحتى يومنا هذا كل المسلمين الموجودين في البلاد الإسلامية ما ليسوا مسلمين ينتظرون هذا التكفير الإرهابي لكي يعيد للإسلام للدين عزته. طيب أنا كمان سأحاول أن أكون معكم يا أخوة من حبكتية أحمد الشرع، أنه هذا يعني أي مرحلة طارئة أو مرحلة انتقالية، هذا اجتهادكم، هذا يعني أي وجهة نظركم، أتمنى أن تكونوا صحيحين فيها. لكن ماذا لو استتب الأمر لهؤلاء؟ يعني شو رح تكون ردات فعلكم وقت ذاك؟ يعني شو رح يساوي السوريين؟ خلاص فرض عليهم هذا الأمر وانتهى. هكذا السلوك، هكذا أداء يخيف السوريين، يرعب السوريين، يعني بيصير يخلق حالة من الكراهية، انه انا لا يمكنني ان اعيش في بلد يحكمه هيك بني ادمين. كيف فينا نعيش مع هؤلاء؟ بيروحوا بيهاجموا على مطعم، على بار، على كازينو، على ما بعرف شو، على الله يعلم يعني. تلك الطريقة. ويطلع لي واحد بيقول لي بألمانيا كمان بيهاجموا مظاهرات إذا هاي المظاهرات لم تلتزم. شوفوا الوقاحة بالمقارنة. خلاص الألمان عطوك ترخيص في وقت زمني، تلتزم البوليس يحترمك، تلتزم بالوقت 2 3 ساعات 4 ساعات، تلتزم بالشعارات بالقوانين، البوليس جاي يحترمك. تتطاول على البوليس يعتدي عليك، بده يضربك. بس شفتوا شي مرة بوليس دخل على بار، على كازينو، على مطعم وطلع الموجودين فيها المرتادين؟ يلا اطلعوا برا، هذا كازينو، هذا بار، هذا مرقص، هذا ديسكوتيك، هذا ما بعرف شو. المقارنة غبية وتافهة وسخيفة. انه والله شوف البوليس الألماني كمان قاسي وشديد في تطبيق القانون، شديد في تطبيق القانون ضد من، يعني ضد من خرق القانون، اللي بيروح على مطعم، اللي بيروح على كازينو، اللي بيروح على بار. شو خرق القانون؟ خرق قانون التكفيريين، خرق قانون ودستور الإرهابيين التكفيريين. أما لم يخرق القانون المعتدلين الوطنيين الديمقراطيين اللي بدهم دولة مدنية، لم يخرقوا هذا القانون. فالمقارنات هي لتبرير سلوكيات حكومة أحمد الشرع ولتجميل بشاعة هذا الأداء الطائفي التكفيري العنفي. هاي المقارنات وهي محاولات التجميل سخيفة وساذجة ومضحكة. يعني إذا من حبكتية ودربكتية حكومة أحمد الشرع في الإعلام وفي السوشيال ميديا وكل هالقصص، هيك يحاولوا يشتغلوا هيك على أداء، إذا بدهم يدافعوا عن الحكومة يكون أداء شوي مش كتير، يعني غير مثير للقرف والضحك والإشمقراف يعني.
والاشمقراف هي يعني تركيب من الاشمئزاز والقرف. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.